خلي بالك من جيرانك. قالوا لنا زمان الجار قبل الدار، يعني قبل ما تسكن اختار الناس اللي هيعيشوا جنبك ومعاك في نفس المكان. بس مع التطور الزمني الظروف اتغيرت ووتيرة الحياة بقت سريعة جدا، ما بقاش فيه وقت نسأل، وحاجات كتير تاني خلتنا مش قادرين نعمل كده. فبقينا بنسكن في أي حتة وانت وحظك، زي البطيخة، يا حمرة يا رزقك وترضى بيه بقى. بس الواقع مؤلم للأسف، واحنا عمرنا ما بنعمم في حكاياتنا. وصلنا لمرحلة صعبة ومش مريحة مع جيراننا، اللي صاحي طول الليل صوته عالي، واللي سايب ولاده في الشارع طول النهار، زعيق وخناق وعياط وصويت والاسم سيبوهم يلعبوا، واللي مشغل أغاني ما يعلم بيها إلا ربنا وبصوت عالي، واللي بيصحى من الفجر يدور على ايه محتاج يتصلح النهارده، وهات يا دق وتخبيط. بقينا نتجاهل بعض وراحة بعض إلا من رحم ربي طبعا. أكيد عندكم ولو مثال واحد من الجار ده تعبينكم ومش عارفين تتعاملوا معاهم ازاي، صح؟ احكوا لنا في الكومنتس